في لازم يا جماعه هامش كده خواطر يبقى ما بين الحبايب. الحبايب في كلمه بتتقال بين اي اتنين غاليين على بعض. الكلمه دي بتتقال طبعا اكتر حاجه ما بين الزوجين المخطوبين اللي ناويين يتخطبوا اللي ناويين يتجوزوا، بس هو واضح ان الناس مش عارفه معناها. هو الكلمه دي هي كلمه عشان خاطري. هو عشان خاطر يا جماعه عشان نعرف معناها هو انه you will get out of your way. يعني ايه؟ يعني انت هتطلع من الطريق اللي مرسوم او اللي انت ناوي تروح له علشان تعمل حاجه انت مش عايز تعملها. مش اللي هو لو انا عايز اعملها وهي قالت لي عشان خاطري هعملها بجميله، ما هو كده ما تبقاش انت ضحيت. يعني هو عشان خاطري يعني انا ضحيت، يعني انا كنت ناوي ما اعملهاش وعملتها، كنت ناوي ما اروحش المشوار ده ورحت، كنت ناوي امشي الطريق كده لا مشيت كده علشان اعمل كذا. كمان يعني انت حضرتك لما جوزك يقولك عشان خاطري اعملي كذا، مش معناها ان هو لو جاب سكتك او لو سهل عليكي او لو انت ناويه كده ولا كده تعملي، ما هو كده مش هيبقى عشان خاطره. ففي لازم يا جماعه هامش كده خواطر يبقى ما بين الحبايب. الحبايب انا بتكلم على بشكل عام، مش الحبايب يعني اتنين متجوزين بس، لا الحبايب يعني لازم انا يبقى اي حد غالي عندي يبقى له رصيد عندي ان انا اعمل حاجه عشان خاطره لو انا مش عايزه اعملها. فهمنا؟